الكلنا نجم نكونوا تحطينا في موقف الضحية في بعض المواقف المؤلمة وإلا الصعيبة، وقت اللي نحس رويحنا ضعاف ولا عاجزين نبداو نلوجوا على الحماية وعلى الاهتمام. وثقافة الضحية تزيد تأكد الحاجة هذه، وتزيد تشجع الشخص هذاك باش يزيد يلعب دور الضحية. كيفاش؟ ديك نجربوا كشعور بالاهتمام من عند الأشخاص اللي دايرين بينا، نحسوا اللي هو شعور محلاه يحسسنا هكا قش علينا أبطال. المشكل وين؟ المشكل وقت اللي يولي دور الضحية هو ليدونتيتي متاعنا، وهوني تتخلق ثقافة الضحية اللي نلقاو روحنا فيها. اجتماعيا نشوفوا الشخص اللي يعاون في الضحية هذيك هو شخص باهي ومحليه وطيب، وبالعكس اللي ما يعاونش الضحية هو شخص خايب. شو الفيكتيميزم ماهوش مصنف اضطراب عقلي، ولو انه ينجم يكون سبب في اضطراب الشخصية. هو اكيد لعب دور الضحية يكون السبب متاعه قلق نفسي، عدم ارتياح نفسي. اما فما ناس يردوه ستيل دو في. شنو اللي يصير؟ شنو اللي يخلينا ننجذبوا للألم متاعنا؟ الجواب سهل، البحث عن الاهتمام المستمر وجذب انتباه الناس الاخرى. نلقى روحي في بوزيسيون دو فورس، جو مو سون مال، موقفي هذيك والا الستاتيو هذيك يخليني في بوزيسيون تاع قوه عند الناس، وهذيك يخليني ديما نقعد في دور الضحيه ونقعد في السيركل فيسيو هذيك. شو دور الضحيه هو اختيار، اما عندي خبر باهي اللي نجمو نخرجوا منه. عنا اختيار باش ما نكونوش ضحايا، نجمو نخرجوا من الفخ اللي حاطين روحنا فيه اذا كنا نحبه. اول حاجه الاختيار. ما عندكمش فكره على قوه الاختيار في حياتنا؟ هي قوة عند الناس الكل. نجمو نختاروا نغيروا في أفكارنا، في معتقداتنا، نجمو نختاروا نغيروا نظرتنا وطريقة تفسيرنا للحاجات اللي تصير لنا، نجمو نختاروا انه ما ناخذوش موقف دفاعي تو سويت. كي نلعبوا دور الضحية ونتشكي وراهو ما يحلش المشاكل، انسي يضخم المشاكل ويكبرها ويخليها تزيد تتويل ازيد. انت اللي تتحكم في الواقع متاعك. الحاجة اللي نركزوا عليها انتباهنا اكثر هي اللي نخليوها تخلق الواقع متاعنا. كيف مشاعرنا سلبية بالضبط، الخوف، القلق، الغش، الغضب، كل ما نغذيوها كل ما تزيد تترسخ فينا، كل ما نغذيوها كل ما تزيد القوة متاعها، وكل ما نزيدوا نقنعوا رواحنا اللي احنا خاسرين، وهكيك نزيدوا نكملوا نتصرفوا كضحايا. نحب نفكركم احنا المسؤولين على كل شيء يصير لنا في حياتنا، لا العالم الخارجي ولا الاشخاص ولا الازمات ولا الحكومات ولا حتى شيء. انا المسؤول على اللي قاعد يصير لي. هذا هو السر. كي نفهموا الحاجة هذه ونستوعبوها، هذيك راهي الخطوة الأولى باش نعيشوا الحياة اللي نحبوا نعيشوها. الخروج من دور الضحية هي حاجة ممكنة، أما بغسولا يلزمنا نكونوا مستعدين باش نخرجوا من الدور اللي عطيناه لرواحنا باش ما نتحملوش المسؤوليات متاعنا. مش منا، من الناس الأخرى، من الظروف، من الطقس، من اللي هو هذيك الزون دو كونفور متاعنا اللي ما نحبوش نخرجوا منها، وباش نقعدوا ديما نتشكيو. اذا كان الغلطه مش مني، انا شنيا تحبوني نعمل؟ الله غالب. اذا كان نتخليو على العذر هذا، وقتها نسترجعوا القوه متاعنا ونختاروا نفعلوا التغيير ونعطيو معنى اخر لحياتنا. اما كيفاش؟ اول حاجه نتقبلوا اللي قاعد يصير، نتقبلوا الحاجه اللي ما نجموش نبدلوها، ونبداو نخدموا على الحاجه اللي نجموا نبدلوها. كل مره حاجه، كل مره خطوه. عاود اكتشف روحك. الحياة ديما تعطيك فرصة باش تواجه المخاوف متاعك. كل صعوبة في الحياة موجودة لسبب معين. انتي تياتير الحاجات اللي يصيرولك باش تعرف روحك ازيد، باش تتطور، باش تعرف انتي روحك شكون بالحق، كيف تتجاوز الحاجات اللي اثروا فيك نيجاتيفمون. ابدأ اعطي قيمة مختلفة للحاجات اللي يصيرولك، واعرف شنو الفايدة منها في مسار حياتك. الحاجة الثانية، اختار انك ما تكونش في دور الضحية. كيف ما قلت لكم قبيلة، اختيار هو الحاجات اللي تعملها وإلا ما تعملهاش تخليك يا إما تتو ديفلوب وإلا تقلل من الشخصية متاعك. الحاجات هذوك هما اللي يخليوك تكون يا إما ضحية وإلا البطل. إنك ما تتخذش موقف وإلا تاخذ موقف أما ما تكملش فيه، ومن بعد تولي توجه في الاتهامات وتقدم تنازلات، وإنك تستسلم لردة فعل شخص آخر،
ما يوصلك لشيء غير انك تفقد السيطرة على حياتك. دونك انت هوني اكل القوة متاع الاختيار هذيك حطيتها في دين شخص اخر. دونك الاختيار هي قوة تخليك تتحكم في حياتك وما تخليش حياتك لعبة في دين اشخاص اخرى ولا احداث اخرى ولا ظروف اخرى. الحاجة اللي من بعد ابدا اطرح الاسئلة على روحك كان ما بديتش، والا كان بديت ديجا وعندك مديدة وانت تطرح في الاسئلة على روحك، حاول بدل الاسئلة اللي قاعد تطرح فيها على روحك. اذا كنت تكمل تسأل نفس الاسئلة اللي ديما تسأل فيهم على روحك، ما هوش باش يبدلك حياتك، باش ممكن يعطيك قراءة اخرى من ناحية اخرى، اما راهو ما يبدلكش حياتك. ابدا اسأل اسئلة كوراجوز. علاش صار لي هذا في حياتي؟ شنو نتعلم التجربة هذه؟ شنو الصفات اللي فيا اللي حركتهم التجربة هذه واللي أنا نجم نبدلهم ونوقفهم؟ لعب دور الضحية هو نتاج ثقافي القوانين اجتماعية حطيناهم احنا. كيفاش؟ ثقافة الضحية تخلينا كيف احنا نقدم رواحنا ولا نوريو رواحنا في دور الضحية هي حاجة مرحب بها، على خاطر في المجتمع كان نعاونوا شخص ضحية هو تصرف إيجابي، وتخلي انه نميلوا باش نعزوا هاك الدور هذيك. ومسكين ما عنده حد، ومسكين الدنيا دارت عليه، صاحبتي يلزمني نعاونها، صاحبتي يلزمني نقف معاه، وزيد عليه شنو باش يقولوا عليا الناس اذا كان ما نعاونوش، اتا يقولوا عليا انا انسان خايب وما نصلحش. الاشخاص اللي يلعبوا دور الضحية عندهم قناعة اللي ماهيش غلطتهم، مش منهم، هذيك غلطة الناس الاخرى وغلطة الظروف اللي حطيته هو في سيتوياسيون هذيك، مش منه، ما عندوش الزهر مع العباد، الحاجة هذيك ما تصير كان ليه هو. دونك الشخص هذا ما يتحملش مسؤولية أفعاله وزيد ينسبها لحاجات خارجية وإلا خارجة على نطاقه. الأشخاص هذوما يميلوا لتهويل الأشياء ويعطيوا الحاجات أكبر من حجمها، تلمو يركزوا على الحاجات السلبية لين يتغاضوا على الحاجات الإيجابية اللي تكون صارت لهم في الموقف هذيك علاش الاستراتيجية متاع المواجهة متاعهم تكون غالطة، هذيك علاش ما يلقاوش بدائل وإلا حلول للديفيكولتي اللي هما فيها وما ياخذوش حياتهم ما بين يديهم. جينيرالمون اللي يلعبوا دور الضحية يحاولوا باش يتلاعبوا بمشاعر الأشخاص باش يحققوا هما أهدافهم، هذيك علاش فاسيلمون يتعرفوا على الاشخاص اللي يتعاطفوا معاهم اكثر، اللي هما الفريسه بالنسبه لهم هما، ويستخدموا التعاطف هذيك لصالحهم. اما اذا كان الشخص هذيك ما مشيش معاهم في الخط يوليو يعطيوه الدور متاع الجلاد باش ياكدوا لنفسهم اللي هما في دور الضحيه. باغ اكزومبل يقول لك هذا كفويا معاك بعد اللي عملته معاك الكل، ولا تخليني وتمشي في الظرف هذا، ولا يقولك انت ما تحبنيش، ويبدا يحفز فيك كالشعور بالذنب هذاك، وهو باختصار يحب يحقق الهدف متاعه عن طريق الابتزاز العاطفي. كيفاش نتصرفوا مع الاشخاص هذوما؟ ما تعطيهوش اللي يطلب، على خاطر بالطريقه هذه انت تشجعه باش يكمل في نفس السيناريو اللي قاعد يعمل فيه. اذا كان انت وصلت في لعب الدور المطلوب منك باش تعطيه اهتمام، باش تعطيه المساعدة اللي يلوج عليها هو، ماكش باش تعاونه، احكي معاه، فهمه، قوله انك باش تتبدل معاه، على خاطر هكيكا تعاونه باش يخرج من الزون دو كونفور متاعو، هكيكا تخليه يفهم السبب متاع الشانجمون متاعك انه هو باش يستفاد. ما نعاونكش وما نعطيكش اللي تحب على خاطر انا هكيكا بالحق نحب نعاونك. مسافة الامان اللي ديما نحكي عليها نخليه مسافة سورتو عاطفية، مش ملزوم عليك زيدا انت تكون محاط بناس سلبيين، لازم تحمي نفسك زيدا. اقترح عليه بدائل مختلفة للسلوك متاعو. باغ اكزومبل تنجم تسأله تقول له شنو هو الحاجة اللي تنجم تعملها باش تعاونك وانت ما عملتهاش قبل، شنو هو المسؤولية اللي انت تتحملها في هذا اللي صار لك. تنجم تسأله اسكو تو اي بري باش تتقبل انه اللي صار لك ماهوش مسؤولية أغلاط الناس الأخرى، وإلا مسؤولية الأحداث، ولا مسؤولية الأوضاع، وإلا اللي أنت ما عندكش زهر. اسكو تو اي بري باش تتحمل من مسؤوليتك في اللي صار. وإذا كان الشخص ما حبش يبدل من روحه ما تدخلش برشا، اتفكر إنه ما تنجمش تضحي بروحك pour faire sentir bien les autres على حسابك أنت.
أكيد مهم إنه نقدموا للشخص هذاك التفهم، المودة، أما مش على حسابنا. الحاجة الأخرى ما تحسش بالذنب. كيف ما قلت لكم قبيلة، من الأسلحة الرئيسية للي يحب يلعب دور الضحية إنه يحسك بالذنب، لأنه من الطبيعي إذا كنت أنت ما تلبيش معناها حاجة لشخص ما باش تحس نوعا ما بالذنب. أما تفكر اللي هو يستغلك الشعور والإحساس بالذنب هذيك باش يوصل للي حاجته بيه. الحاجة اللي من بعد نستخدموا كلمة نو. نو. إذا كان tu n'es pas prêt باش تعمل حاجة، قول لي جونتيمون، أما بكل وضوح سورتو وبكل حزم، ومن غير ما تبرر برشا، على خاطر إذا كان باش تدخل في التبريرات يولي هو يستعملها ضدك. والحاجة الأخيرة والمهمة كيفاش نتصرفوا مع اللي يحب يلعب دور الضحية، اللي نقولوا له ونعاونوه باش يشوف مختص يعاونوا في الخروج من الدور هذا متاع الضحية. شو من الأخرى، كل واحد فينا يتكون ويتطور عن طريق اختياراتنا. راهو كي نحط رواحنا في دور الضحية ما يخليش منا انه نكونوا ابطال، اما الطريقة اللي نتعاملوا بها مع اللي يصير لنا هو اللي يخلي المشكل حقيقي والا لا. المشاكل تجي وتتخلق من الطريقة اللي نفسروا بها الاحداث، حتى كان نكونوا ضحايا في دي سيتوياسيون دراماتيك. السيتوياسيون هذيك نجموا نعطيوها القوة كي نحطوا رواحنا كضحايا، والا كيف نخرجوا من الزون دو كونفور نتاعنا ونوليو أبطال قصص الحياة متاعنا.